فينيش من اول الحاجات اللي بكره اعملها. صباح الخير. في حاجتين بعملهم عشان افوق، يلا بينا اوريكم الحاجتين اللي انا بعملهم عشان افوق واصحصح، عشان اعرف اعمل اللي انا المفروض اعمله عشان انجح في حياتي واوصل اللي انا عايزه. يلا بينا. عملنا اول حاجه دش الساعه، تاني حاجه كوبايه قهوه. بصوا يا جدعان، انا بوريكم ان انا بعمل حاجات ما بحبش اصلا ان انا اعملها، بس مضطر ان انا اعملها عشان انجح في حياتي، عشان احسن وابقى احسن نسخه مني واوصل للي انا عايزه. في مقوله بتقول المعجزه اللي انت مستنيها موجوده في العمل او الحاجه اللي انت تتجنب تعملها. المثل دوت او المقوله دي جامده قوي بصراحه، فدي يعني بتطبق على الناس اللي هم بيحاولوا ينجحوا او على الاقل يكونوا افضل نسخه من نفسهم يعني ويحققوا احلامهم. يلا بينا نعمل واحد قهوه. بقالي يومين ما شربتش قهوه. مفيش غلط تشرب قهوه، بس الغلط تشربها في ميعاد غلط، تشربها كذا مره. دي القهوه بتاعتنا، مش سكر دايت، لا مش سكر دايت، العدو اللدود. لو الصوت مش واضح ان شاء الله الفيديوهات الجايه هيكون معايا ميه. انا بحط 3 معالق قهوه، 1 3. طبعا مش شرط ان انت تحط 3، على حسب انت عايز ايه. والمثل والحاجه دي او اللي هي على حسب انت عايز تعمل ايه تتطبق على حاجات كتير مش على القهوه بس. العدو اللدود السكر. طبعا عقلي بيقول لي حط 2 حط 3، بس انا هحط معلقه. انا عايز افوق بس مش عايز استطعم. نقطه بقى بسيطه كده، وانت بتعمل القهوه او انت في روتينك اليومي بتعمل اي حاجه، يا ريت تشيل كل حاجه وراك، حتى لو حاجه قد كده انت شايفها قليله يا ريت تعملها وتحطها في مكانها وترتبها، عشان الحاجات الصغيره دي بتفرق في اي حاجه عامه انت بتعملها في شغلك او في فيديوهات. خليك تاخد بالك من اداء او ادق تفاصيل، وده بيفرق معاك لما تعمل نقطة مع نقطة مع نقطة مع نقطة بتكون حاجة كبيرة. بحط مع القهوة سنة لبن. انتوا عارفين يا جدعان، قريت مقولة بتقول ان 10% من اللي الحياة بتعمله معاك و90% من ردة فعلك، يعني الحياة هي 10%، 90% افعالك تجاه ال10% بتوع الحياة. يعني في امور بتبقى بسيطة بس احنا بنعقدها. يا ريت نفكر بعقل وبوعي وبهدوء ونحل المشكلة ببساطة، لان في مشاكل مش محتاجة ان انت فزع وايه عشان تتحل. لا، في حاجات بسيطه بتتحل بسهوله وبكل هدوء، بس هي محتاجه تفكير ووعي. طبعا مش شرط عشان انت تعمل قهوه تعمل اي قهوه بس عشان تفوقك، لا عادي نعملها بوش. هديك تركايه جامده قوي، انا مش بتاع قهوه بس هديك تركايه جامده لو عاملها بتخلي في وش جامد. تفضل تقلب بالراحه وهي على النار. هنجيب بقى بيضتين نسلقهم قبل ما نعمل القهوه. في فتره كده جت عليا انا كنت منتظم وكده، بروح الجيم بعمل كل حاجه حرفيا. بعديها على طول جت فتره بقى كنت يعني مثلا اجي اكل اقول ماشي مش مهم اكل مثلا عيش، اكل اي حاجه مكرونات، كنت اقول ماشي مش مهم مش هتاثر. بس حرفيا بجد اثر. لما انت بتعمل في حاجات صغيره بتستبسطها، الحاجه الصغيره دي بتضرك. يبقى لما الحاجه الصغيره دي انت بتكبر دماغك منها، بتيجي حاجه كبيره شويه تكبر برضه دماغك منها. ان انت كبرت دماغك من حاجه صغيره هتكبر دماغك برضه من حاجات. فانا لما كنت في الفتره اللي هي زي حاليا دلوقتي يعني بعمل كل حاجه الحمد لله تمام اللي انا كاتبه وفي البلان بتاعتي، ان الحاجات الصغيره بعملها. اي حاجه صغيره، اي حاجه تافهه صغيره بعملها بجد، لانها بتفرق معاك. ولما بتعملها عقلك اصلا مش بيبقى عايز يعملها، فانت لما بتعملها مش بتحس براحه قوي، بس يعني بس كده بشعور حلو. شفتوا بقى في حاجه نسيتها، اول حاجه المفروض بشربها شاي بالبقدونس والكرفس عشان حبس الميه. هنملى بقى ميه نعمل شاي. خلي بالكم من القهوه عقبال ميه. بصوا يا جدعان، القناه دي انا عاملها للناس اللي هم بصوا هعمل القهوه صباع عشان اعرف اتكلم براحتي. ده شاي البقدونس والكرفس اللي بستعمله. كان في واحد تاني بستعمله امتنان برضو، بس كان نوع تاني اقل وارخص. على فكره مش عارف ايه الفرق، بس انا الفرق يعني اللي انا شايفه تغليف بس. بيقول لك يعني ان التغليف ده بيحافظ على يعني مثلا التاني لو متغلف عادي وبيديك فايده مثلا 70-60%، هو بيديك الباقي. القهوه شاي البقدونس والكرفس. طبعا انا مغطي الاثنين عشان القهوه مغطيها عشان انا نسيت اعمل شاي البقدونس المفروض اشربه الاول، فغطيتها لحد ما اشرب شاي بالبقدونس والكرفس. طبعا مغطي الشاي والبقدونس والكرفس عشان تاخد اكبر فايده منه. بتغطيه 5 دقايق، من 3 ل5 دقايق. انا سايبه حاليا
عقبال ما اتكلم معاكم في موضوع. القناه دي معموله عشان للناس اللي هم مثلا، هديك مثال، كل عيله مثلا او هنقوله مثلا من كل 5 عائلات بيتولدوا بيطلع من ضمنهم كده واحد تفكيره غير اللي حواليه، عايز يوصل لليفل نجاح او مستوى نجاح كبير على اللي حواليه، فهم مش فاهمينه ولا هو فاهمهم، عشان هو تفكيره عالي وطموحاته عالية عليهم، فهو اصلا ما بيحبش يتكلم معاهم عشان هو عارف ان هم هيتريقوا عليه وكده، ان هم تفكيرهم على قدهم. فانا عامل القناة ديت للاشخاص دول، لو انت شايف نفسك مميز وشايف ان اللي حواليك مش نفس دماغك او نفس كده، يا ريت تعمل لي اشتراك. انا برضو شخص زيك، انا زيك، كل الناس اللي حواليا تفكيرهم غير، انا شايف تفكيري مميز، شايف طموحاتي عالية، شايف الليفل النجاح اللي انا عايز اوصل له مش عند الناس اللي حواليا. انا عندي صحاب بكوم، حرفيا بكوم في كل حته عندي صحاب، بس انا مش شايفهم نفس تفكيري ولا نفس الحاجه او المستوى النجاح اللي هم عايزين يوصلوا، عشان كده ما بقعدش مع حد اصلا. ممكن مثلا لما اجي اروح مشوار اخد حد معايا، انما اقعد معاهم كتير لا، ما بقعد الا لو اضطريت ان انا اقعد. مثلا ساعات بيبقى عندي امتحان فبضطر ان انا اقعد معاهم، اغلب الوقت قاعد في الاوضه عندي مع الكمبيوتر والكتب بتاعتي. فانت لو انت شايف نفسك شخص مش لاقي حد تتكلم معاه او حد يساعدك في نجاحك، نطور ونشجع بعض ونعمل لي اشتراك، نساعد بعض ونطور ونشجع بعض ونوصل ليفل نجاحات او ليفل نجاح احسن. ليه؟ لان احنا شبه بعض وتفكيرنا عالي، تمام كده هنبقى قوه مرعبه، هنوصل لكل اللي احنا عايزينه. يلا بينا بقى ايه، ناخده الشاي والبقدونس والكرفس. طعمه طبعا مش احسن حاجه لانه مفيهوش سكر، بس انا خلاص اتعودت، جسمي وعقلي اتعودوا ان هم يشربوا شاي بالبقدونس والكرفس من غير سكر عادي. ليه؟ لان انا غاصبهم على كده. حاجه كمان سريعه كده، فيديوهات الشورتس بتاعتي بتبقى عشوائيه شويه، مش على محتوى معين او حاجه معينه، لا عادي، مثلا حاجه حصلت معايا في يومي كنت صورتها نزلتها، مش محتوى معين، يوتيوب شورتس عشوائيات. تعالوا بقى عقبال ما الشاي بالبقدونس والكرفس يبرد شويه عشان اعرف اشربه بسرعه، هنلعب شويه تمارين، نلعب شويه ضغط. Stay hard. Whoa, this good man, hard work. ممكن ان انا كنت بعمل حاجه انا مش متعود او جسمي او ما بحبش اعملها، بس بجد بعد ما بخلصها او في اخر اليوم، او مش شرط في اخر اليوم، يعني مثلا منتجت فيديو، صورت فيديو، بحس بجد بالانجاز، يعني بحس هو ده اللي انا عايزه، هو ده اللي انا حابه. انا بحب اصور، بس بصراحه المونتاج يعني بضطر اعمله طبعا، يعني انت مش كل الحاجات بتحبها، انت مش مهم تحب، انت المهم تعمل اللي انت المفروض تعمله، المفروض تعمل الصح، مش شرط ان انت تحب الحاجه عشان تعملها. على فكره الحاجه اللي انت بتحبها دي اكيد بتبقى هوايه، يعني مثلا بتبقى موهبه جايه من عند ربنا، مثلا موهبه كوره، طبعا بتحب الكوره بتلعب على طول، انت لعيب موهوب. وغالبا في اغلب الحاجات اللي احنا بنحبها، بص لو هتستخدم الحاجه اللي انت بتحبها تعمل محتوى وتنشرها، بجد هتنجحك نجاح كبير، لان انت بتحب الحاجه دي، استمر فيها مهما كان المشاهدات، مهما كانت النتائج، تستمر فيها اللي انت بتحبها، حتى لو انت بتعملهاش للناس بس بتشاركها للناس، انت برضو بتحبها وهتعمل وهتنجح. بس انا قصدي فين، قصدي ان انت الحاجه اللي انت بتحبها، اجيب الشاي والبقدونس والكرفس واجي. انا بتكلم على الحاجه اللي انت بتحبها، لو بتعملها كده عشوائيه مش بتقدم عليها محتوى، لان بجد لو انت بتعمل حاجه بتحبها بتقدم عليها محتوى، تتميز وهتتطور فيها قدام وهتنجح فيها، لان انت مستمر ان انت بتحب الحاجه دي مهما كانت النتائج. عندك مثال على كده ابو فله، نفس الكلام، هو ما كانش يعني كان بينزل فيديوهات وكده وما كانش فيه نتائج، بس هو كان بيعشق الحاجه دي فيها، نجح فيها ما شاء الله يعني قبلنا. يعني مثلا انت بتصور حاجه، يعني انت بتحب تعمل حاجه، تمام، انت تعمل ايا كان بقى، بتصور وانت بتلعب كوره، طبعا انت بتعشق الكوره، فدي حاجه بتحبها، مثلا اي حاجه بتحبها انت وانت بتصورها ما عندكش مانع، بس في حاجات تانية هتيجي تعملها مش هتبقى حاببها، بس انت مضطر تعملها عشان تنجح. زي مثلا انت بتحب تصور الكوره، ان انت بتعشق الكوره حرفيا، فانت بتصور الكوره بتحبها، بس في حاجه تانية تكره تعملها او انت مش حاببها لان انت بتحب الكوره، اللي هي مثلا المونتاج، فانت مضطر تعمل. فمش شرط ان انت تحب الحاجه عشان تعملها، انت كل واحد فينا بيتولد بيبقى عايز يمشي في طريق معين، عايز يعمل حاجه معينه اعملها، مش شرط تكون بتحبها على فكره، او مش شرط تكون جامد فيها. عندك امثله على كده كتير، في ناس ياما اتولدت مش موهوبه في حاجه بس هي بتحب الحاجه دي او عايزه تمشي في الطريق دوت، واتخذت الطريق دوت وبقت من اجمد الناس فيه، يعني مش شرط تكون موهوب. عندك محمد صلاح مش موهوب، لعبه كان عادي يعني شبه اي حد، بس دلوقتي برضه لاعب كبير.
فانا عامل القناه ديت اجمع فيها الناس اللي شايفه نفسها مميزه، تفكيرها مختلف، مش شبه اي حد، عايزه توصل لليفل نجاح عالي. فانا فيديوهاتي بتشجع الشبابنا العرب بالذات، ان انا اصلا عامل الفيديوهات دي مش للاجانب اكيد. يا ريت تعمل لي اشتراك عشان نشجع ونطور من بعض ونشارك يا جدعان. هعمل جروب نشارك ونطور فيه بعض ونشجع بعض. شايف الشاي دوت ده انا بشربه عشان انزل حبس الماء اللي في جسمي. حرفيا انا بكرهه بجد، ما بحبوه يعني. دي من ضمن الحاجات اللي انا بكرهها بس مضطر ان انا اعملها. دايما قولة المعجزة اللي انت مستنيها موجودة في العمل او الحاجة اللي انت بتتجنب تعملها او عقلك رافض يعملها. يا جدعان المشكلة مش في عقلنا، المشكلة في ان احنا سايبين عقلنا يتحكم فينا ويمشي ورا عاداتنا. احنا المفروض نتحكم في نفسينا، نبقى بوعي، نبعد عن التليفون، نركز ونعمل الحاجة اللي احنا عايزين نعملها كده بوعي. عايز اعمل كذا، ادي 100% في الحاجة اللي انت عايز تعملها دلوقتي. يعني انا مثلا بشرب شاي بالبقدونس، اركز في ان انا اشربه واخلصها على طول، ما يبقاش فيه مشتتات. اعمل كده اعمل كده، بس انا طبعا عشان مضطر اصرف كنت زمان خلصته من امبارح. فينيش من اول الحاجات اللي بكره اعملها. تاني مشروب القهوه، بس طبعا عادي القهوه بشربها عادي يعني. يا جدعان انا مش بقول لكم ان انا مميز، يعني مميز عندي حاجه زياده في جسمي لا، او بعمل او بطير واشخ ربص وكده يعني. انا قصدي مميز في تفكيري يعني، في ليفل النجاح اللي انا عايز اوصل له، او مستوى النجاح اللي انا عايز اوصل. يعني انا الايام اللي فاتت عايز ان انا اصور واعمل حاجات تانية، اتمرن واخد دش ساعه وان اصور فيديوهات ومنتج وانزل فيديوهات وكده، واروح الجيم. لسه ما اشتركتش في الجيم. كنت كل يوم اقول بكره بكره بكره. عملت جيت امبارح ولا بقى مستني تحفيز ولا مستني اي حاجه حرفيا. وانا بنام حرفيا، كنت بنام خلاص. قمت صاحي من النوم فجاه قبل ما انام قمت صاحي قايم من على السرير يعني. قمت عامل ايه؟ قمت جايب السكتش وكاتب اللي انا المفروض هعمله النهارده، حتى هوريهولكوا دلوقتي ثانيه اهو، وبالقلم الاحمر كمان. الاثنين قصدي روتيني اليوم تمام. يوم الاحد الساعه 8:30. بصراحه ما صحيتش الساعه 8:30، صحيت الساعه 9. 27/7/25 اخد دشايه بقدونس وكرفس الصلاه، الفطار، اكتب سكريبت، اصور فيديو، مونتاج، واتعلم كلمات انجليزي، اكل صحي، شرب ماء 5 لتر. ايه تاني؟ تمارين صباحيه يعني ضغط مثلا، جامبنج جاكس، اي حاجه، اي تمارين. بوكس، عندي كيس بوكس جوه هبقى اوريهولكم. بس والله كاتبها امبارح مش دلوقتي. انا لو بضحك فبضحك على نفسي مش عليكم.